بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميله؟ عاملين ايه؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين. احنا رجعنا لكم زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا هنأتي بفيديو جديد، سواء كان زراعه برسيم او زراعه قمح. طبعا النهارده هنزرع القمح مع بعض. طبعا ده موسم زراعة القمح وزراعة البرسيم. زي ما انتم شايفين زراعة القمح السنة دي هتكون مختلفة عن كل سنة، رغم ان كل الأرض واحدة وكل حاجة زي ما هي، لكن الزرعة دي المرة دي هتختلف لأن احنا هنزرع بالمكنة. طبعا قبل كده كنا بنزرع ثانية طبعا دي المكنة اللي احنا هنزرع بيها بالشكل ده، ليها صندوق وليها التروس بتاعتها اللي هي بتفحر في الأرض. طبعا الأرض مجهزة للزراعة وناعمة، فبالتالي بتكون سهلة في عملية الزرع. يلا استعد. هنحط الزرع بالشكل ده. ايام الفنادق هيقول لك الفلاحه تمدد جوه، بتتملي بالشكل ده ويبدأ بقى يشتغل. بعد ما ملاها وحضرها وحط فيها التقاوي بتاعة القمح. طبعا تقاوي القمح سواء بتيجي زي ما انتم شايفين بالشكل ده بيزرع الحد الأول. طبعا التروس بتزرع بالشكل ده، هيروح بقى بيها هناك، يرجع يوصل لحد آخر الأرض ويرجع تاني زي ما انتم شايفين معايا رايح جاي. يا أوس ساعة ما تشرب الرطشة هيروح. ايه يا عم ربيع؟ طب خلاص القضاء دي. لا مش ما بتاخدش فيها حبيب. لا دي ورفات. ما مش واخده فيها. طبعا زي ما انتم عارفين ان الآلات الحديثة دلوقتي انتشرت في عند الفلاحين، ودلوقتي الفلاح بقى بيستسهل علشان يوفر على نفسه الوقت والجهد. طبعا في حاجة تانية اكبر من الآلة اللي انتم شايفينها معايا دي، اسمها بريند. البريند ده بيستخدم في المساحات الكبيرة او في كذا فدان على بعض، لكن لما يكون مثلا 5 أو 6 قراريط زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بنجيب الآلة اللي هي البسيطة دي، بتقضي وبتوفر برضه في الوقت وفي الجهد، وهي سريعة جدا. وما شاء الله في ناس زرعت بيها قبل كده، احنا أول مرة نجربها. في ناس زرعت بيها قبل كده قالوا إن هي ممتازة، فاحنا قلنا نجربها السنة دي. بس طبعا هي الآلة دي عايزة تمشي في الأرض المحروقة، مش في الأرض اللي هي الجافة أو الصلبة. زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي ان الأرض اللي هي الجافة أو الصلبة هنشتغل فيها نقرة أو جور بالمنقرة، زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي حالا. براوتش الفرده دي مع الارض دي على فكره، دي لو ما فيهاش حد كده بس الزرع عادي. هي لو شربت انا مش هسيبها عشان اللوفه لا كانت عايزه هيجانا من طبعا زي ما انتم شايفين الأراضي اللي احنا صورنا فيها الليزر قبل كده الزرع برسيم، وأرض الفاصوليا خلاص بيشيلوها عشان يزرعوا القمح. كل اللي حوالينا دول هيزرعوا القمح بقى مع بعضهم. في ناس تانية زرعت البرسيم وطلع كبر الناحية التانية، ومن ناحيتي القمح برضو لو انتوا اتأكدتوا وبصيتوا في الفيديو كويس قوي هتلاقوا ان في قمح مزروع بدري عن اللي احنا بنزرعه مع ده دلوقتي، وطلع بالفعل ما شاء الله عليه. الأرض اخضرت.
طبعا الزراعة والري مع بعض على طول. ودي الصور طالعه على النت الصور بتاع ده انا حد كان عارفه في البلد انا عارفه عارف لا ما لما جنب الصور. طبعا زي ما انتم شايفين معايا الارض اتزرعت بالسطاره او بالاله الحديثه اللي احنا اللي عملت اختلاف معانا في الزرع السنه دي. طبعا هو كان بيزرع والميه كانت وراه على طول، يعني هي سريعه جدا، يعني بيزرع ويروي في نفس اليوم. كان ممكن يزرع لو هو هيزرع نقر بالمنقره او بالجور كان ممكن يروي اخر النهار، يعني يزرع الصبح وبعدين يروي اخر النهار، او يزرع الصبح واخر النهار وبعدين يروي تاني يوم. فبالفعل هو خلص زراعة في الارض بالشكل ده وحول المية على طول وبدأ ان هو يروي حوض بحوض زي ما انتم شايفين. الحوض الاولاني قرب يتم بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم ان الآلة دي بتوفر في الوقت وفي الجهد، لذلك هو زرع ويروى في نفس الوقت. يا بنت قومي يا بقى. كوبا كبيره وحطها قدامك. كوبا كبيره. لا يا محمد هتفتح ده يا مجدي الخط ده اهو. يا محمد طبعا زي ما انتم شايفين الارض تمت من الناحيه دي بالشكل ده، كله بقى واقف على راس الارض علشان يروي. الاخت ام احمد وعمكم الحاج ربيع واخوكم الاستاذ مجدي، وورا بقى الاخت ام احمد التانية. عندنا ام احمدات كتير. طبعا كل الجيران النهارده بيزرعوا مع بعض. الارض دي اتزرعت وبتتروي، والجيران اللي احنا كنا عندهم من شويه لسه بيزرعوا وهيكملوا بقى الزرع بتاعهم. في عندهم حوضين كده هيزرعوهم نقر بالمنقره. كله هيزرع ويروي مع بعضه زي ما قلت لكم قبل كده ان دي بتبقى فرصه الفلاحين مع بعض والتعاون بتاعهم ان هم يلا خدهم انا وانت شيخ. بيزرعوا مع بعض وبيرووا مع بعض علشان الارض عشان ما فيش حد يغرق حد ويقعدوا ما نزرع. طبعا هنا بقى الحته الفاضيه اللي احنا كنا مصورينها مع بعض في اول الفيديو زي ما قلت لكم ان هي مش محروطه فهنزرعها نقر جور بالمنقره بالشكل ده. طبعا كل الجيران بيروي واخدين الاراضي جنب بعضيها وجايبين المكنه او الاله دي الارض اللي بتزرع بتروي زي ما انتم شايفين. زي ما شفتوا الارض اللي زرعت شغاله فيها الميه وهتنقل على اللي بعديها على طول، هتكون خلصت زراعه وبعد كده هننقل على الارض اللي بعديها. زي ما قلت لكم ان الفلاحين كلهم بيتفقوا مع بعضيهم وبيحددوا يوم للزراعه، كلهم يزرعوا مع بعض علشان الارض ما تغرقش، عشان ما حدش يغرق حد. بس يا بابا دي بقى الزراعه في جور، زراعه القمح في جور بالشكل ده. الزراعه نقر. خدوا بالكم يعني هي على ما زرعت الخط ده كان هو مثلا نقولوا زرع خطين 3 4 بالآلة بتاعته. ايه هي بتوفر في الوقت والجهد جامد جدا. مين ده؟ طبعا ارض الجيران سهله في الزراعه بالاله لان هي اتحرتت واتخدمت كويس جدا.
الارض ناشف. انا جاي لا خد انت روح انت احنا هنجيب مالكش دعوه. انا زرعت لك البيت ده من ناحيه الفرده بس مش عاوز. ماشي يا حبيبي. طبعا هنا بقى ام احمد توريكم التقاوي اللي هي كانت بتزرعها بالشكل ده. تقول لكم انا ما اشتريتش قمح، انا زرعت من التقاوي اللي موجوده عندي في البيت المخزونه. طبعا يا جماعه انا عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا. لما تيجوا تزرعوا القمح من التقاوي اللي موجوده عندكم في البيت، طبعا دي معلومه الفلاح عارفها وحافظها كويس جدا، بس في ناس كتير ما تعرفهاش. لو كانت الزرعه القمح اول مره يتزرع ازرعوا منه، لكن اتزرع منه مره واثنين وثلاثه ما ينفعش ان انتوا تزرعوه الثالثه، لان ما بيديش محصول. تمام. فبالتالي ام احمد ما شاء الله زرعت من القمحه البايته عندها، اسمها كسر اول وكسر تاني وكسر تالت. اللي بيدي انتاج اللي هو الكسر الاول، لكن التاني بيدي انتاج اضعف، التالت بيدي اضعف من الاولاني والتاني. طبعا الجار بيروي زي ما انتم شايفين، ولسه هيحولوا. انا قلت لكم ان كلنا بنزرع مع بعض وبنروي مع بعض، فهو يزرع والميه وراه على طول. طبعا هنا الحوض تم بالشكل ده. طبعا الارض شرائي، هو خد وقت كبير في الري لان الارض شرائي، لان الارض كانت فاضيه وقت كبير جدا. ما تزرعش زرعه بعد زرعه الذره، قال لك هنسيب الارض ترتاح وبعدين نخدمها بالالات الزراعيه كويس علشان تدي انتاج او محصول افضل من الاول. فالارض شرائي، فبالتالي هو بيغمرها بالميه اكتر شويه. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم، واكون قدرت افيدكم السنه دي بمعلومه جديده، واكون قدرت اوريكم الاله الزراعيه اللي هي بتوفر الوقت والجهد، الاله الحديثه. طبعا زي ما انتم شايفين عند الجيران مزروع برسيم بالشكل ده. الارض اخضرت. طبعا كنا مع بعض بنصور الليزر وهو بيظبط الارض، وقلت لكم ان هي هتتزرع برسيم، وبالفعل اتزرعت برسيم. قلت لكم هنتقابل ان شاء الله في زرعه البرسيم او زرعه القمح، واتقابلنا في زرعه القمح. طبعا البرسيم كان خضر زي ما انتم شايفين، وزرع على البتون كرنب كمان، وزرع خس، وزرع اكتر من زرعه، وزرع جرجير. طبعا احتياجات الفلاح زي ما انتم عارفين ان هو بيزرع كل حاجه. زي ما انتم شايفين الفلاحين كلهم منتشرين في الارض، كلهم بالتعاون والاخلاص والمحبه. اللي بيزرع واللي بيروي وكله بيساعد بعضه. طبعا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.